السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. طبعا انا مقصرة معاكم صراحة في الفيديوهات، بس ان شاء الله ارجع معاكم بفيديوهات قوية. اتمنى كده تشجعوني وتحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك عشان يوصل لكم مني اي فيديو جديد بنزله. هنا بقى يا جماعة كانت حماتي كلمتني وقالت لي يا رودي انا جايالك. طبعا كانت سهرة وانا الصراحة ما عنديش اي حاجة، انا بقول لكم الحقيقة. ما عنديش اي حاجة. قمت عملت ايه؟ اتصلت بالفرارج كده على طول وقلت لي هات لي بانيه. جاب لي الصراحة الصدور سليمة زي ما انتم شايفين كده. وكسلت صراحة انزل اخدها منه فنزلت السبت ويعني الصبي اللي عنده بعتها لي كده على طول وانا اخدتها منه بالسبت. وهنا بقى ايه، دخلت المطبخ جري في جري يا جماعه. حماتي جايه، عارفين يعني ايه حماتي جايه؟ لازم كده ارفع راس جوزي واعرفها بقى ايه، ان مرات ابنها شطوره كده وبتعرف بقى. هاكلها النهارده سندوتشات شاورما تحفه. وصراحة زوجي العزيز ربنا يبارك لي فيه يا رب ساعدني، كمان ساعدني في لف السندوتشات وانجزنا. وكنا خلصنا قبل ما تيجي، بس احنا لما حطينا الاكل هي كانت جت. هنا بقى زي ما انتم شايفين حطيت ميه وملح وليمون. وحطيت كمان البانيه فيه عشان يتعقم كده ويبقى حلو. لازم طبعا محلول النقع ده يا جماعه، لازم عشان ايه، يطلع منه اي زفاره. وهنا بقى كنت عامله تتبيله مختلفه للبانيه. انا صراحه عامله الصدور زي ما هي، ما قطعتهاش بانيه، يعني عاملاها زي ما هي عشان ايه هنقطعها شرايح للشاورما. معايا هنا كان معايا بصل وطماطم وفلفل وتوم. وقطعتهم كده قطع عشان ايه احطهم في الكبه، وحطيت في الكبه بس شويه ميه صغيرين عشان كله يتحرك مع بعضه. وطحنتهم كويس جدا بقى في الكبه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا لازم انزل الحواف اللي فوق عشان ايه كله يتطحن مع بعضه. وخلطت كله بقى مع بعض زي ما قلت لكم. من دي صراحه التتبيله دي تحفه جدا جدا للمشويات، بجد جربوها يا جماعه والله ما هتندموا وهتدعوا لي. بجد التتبيله حلوه قوي. طبعا انا ما باخدش التفل، انا باخد منها الميه بس، الميه وعشان انقع فيها بقى البانيه. وطبعا الافضل بقى بتحطي الحاجه يعني قبلها بليله بتبقى تحفه جدا، وتيجي تشويها تاني يوم بتبقى تحفه. بس انا هنا بقى ايه، زي ما قلت لكم مستعجله. انا بقى خدت ميه البصل ومعايا البهارات، كان ملح وفلفل اسود وشطه. وهنا كان معايا كيس 7 بهارات، وحطيت كمان بهارات لحمه. بهارات لحمه هتقولوا لي فراخ يا رودي وبهارات لحمه، هقول لكم بجد تحفه تحفه تحفه، جربوها والله مش هتندموا. وحطيت كمان زي ما قلت لكم كيس 11 بهار برضو بيبقى حلو. وحطيت معلقتين خل ومعلقه عسل. بجد برضو تركة العسل بتبقى حلوة قوي مع التوابل مع التتبيلة، بتبقى جميلة جدا. وقلبت بقى كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. وكان معايا كمان ليمونة وحطيت عصير ليمون. بجد التتبيلة دي يا جماعة والله جميلة جدا، جربوها وهتعجبكم والله. والاكل عجب حماتي وقالت لي تسلم ايدك يا رودي وشطورة مرات ابني الشطورة. هنا بقى زي ما قلت لكم حطيت ليمون، عصير الليمون، وقلبت كويس. وبعد بقى ما عملت الفراخ في محلول النقع شطفتهم كويس جدا من الدقيق والخل والليمون والملح، وفتحتهم كده زي ما انتم شايفين شرايح. عملت شرايح فيها بالسكينه عشان ايه، عشان اللحمه تتبل كويس وتبقى التتبيله كده جوه، يعني تبقى البانيه يشرب من التتبيله ويبقى طعمه حلو. وهنا بقى حطيت كل كميه البانيه اللي معايا مش بانيه بقى، احنا هنقوله صدور. حطيت كل كميه الصدور معايا في التتبيله وبجد تحفه جدا. يعني انا سبتها شويه كده نص ساعه كده، يعني هي كلمتنا وهي في البيت، يعني سبتها حبه كده في التتبيله عشان تتشرب من التتبيله. وهنا كنت دقت الملح بتاعها، يعني كنت لازم اشوف الحدق بتاعها طالع مظبوط. طبعا يا جماعه لازم اطلع الحاجه مظبوطه، لازم بقول لكم. دي حماتي يعني ما بتجيليش غير كل فين وفين، فلازم اظبط لها الاكل بقى. وعملت لها صراحه كان نفسي اعمل اكل احلى من كده، بس ايه مفيش وقت، هو ده السريع السريع. وغطيتها بقى بالاسترتش وسبتها كده شويه، سبتها نص ساعه. وهنا زوجي بقى الله يبارك لي فيه، زوجي العزيز، هو بقى الايه، كانت الفراخ سخنه مش هعرف اقطعها وهي جايه. هنا بقى كان ايه، بيرص العيش السوري. ده العيش السوري بنجيبوه من عند اي محل كبير كده او اي ماركت كبير. وهنا بقى ايه، كانت مهمة زوجي العزيز الله يبارك لي فيه بجد. هنا كان بيحشي سندوتشات، قطع الفراخ شرايح زي ما شفتوا. وهنا كان بيحط في السندوتشات مايونيز وكاتشب وخيار مخلل. وكان بيحط الفراخ، وكان عامل كمان شرايح طماطم. كان معظم يعني كان يحط في نص السندوتشات طماطم ونص التاني من غير طماطم. وهنا بقى انا ايه، كنت بوريكم شكل الشاورما من جوه. انا بقى حطيتها على النار الشاورما، اخد بس ايه يا دوب بس العيش يتلسع كده شويه ويبقى حلو. وهنا بقى ايه، كنا سريع السريع، اصلا احنا كنا بنجري والله. يا دوب حطيت السندوتشات كده على الصينيه، وكيس الشيبسي اتفتح كده على طول. وهو بقى جوزي فتح البيبسي وصب، مش بيبسي لا، سوري يا جماعه، البيبسي مقاطعه، اهم حاجه زي ما احنا مستمرين المقاطعه. كان جايب بيج كولا بتاع كده مصريه اسمها بيج كولا، حلوه قوي صراحه وطعمها حلو.
وكنا خلاص بقى ايه، قلت لها يا حماتي ثانيه ثانيه الا ثانيه هخش اعمل لك حاجه حلوه بسرعه واطلع واجي لك على طول بحاجه حلوه جميله اللي انا عملتها دي. كان عندي موز، اخدت موزايه وفرمتها كويس بالشوكه وحطيت عليها جوز هند وكاكاو. طبعا الكاكاو ما يكونش خام، الكاكاو يكون محلى عشان ايه، يخلي الحاجه حلوه اللي احنا عاملينها دي يكون طعمها حلو. لو هيبقى الكاكاو خام هيخليها مره زي ما قلت لكم كده. وهنا بقى ايه، كانت العجينه اتمسكت من الجوز هند والكاكاو وعملتها آه، بالطول كده، عامله زي الكفته، عملتها بالطول كده والله كان شكلها حلو قوي. عملت بقى كل الكميه بالطول كده وجميله. وكان عندي شوكولاته وسيحتها على حمام بخار. بجد اللي حاجه حلوه دي حلوه قوي يا جماعه، جربوها وهتعجبكم باذن الله. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم يكون كاكاو محلى، ما يكونش كاكاو خام، عشان لو الكاكاو خام هتبقى مره. فهنا بقى عملت كل الكميه بالطول كده شبه الكفته وجميله. وزي ما قلت لكم بقى سيحت الشوكولاته وحطيتها على حمام بخار، ونزلت بقى القطعه اللي انا عاملاها دي في الشوكولاته. ادت شكل جميل جدا والله العظيم يا جماعه، ما اخدت معايا وقت، هي ثانيه ثانيه وخلصت وطلعت لهم، وكنت عملت احلى حاجه حلوه. وحطيت بقى كل الكميه معايا هنا في الشوكولاته وهزينهم بقى. نص الكميه زينتها بشوكولاته بالطول كده، ونص الكميه التانية حطيت عليها جوز هند مبشور. زي ما انتم شايفين هنا خلصت كل الكميه معايا، بجد كانت تحفه جدا، جربوها هتعجبكم. وزي ما قلت لكم بقى نص الكميه رشيت عليها جوز هند، والنص التاني حطيت عليه شوكولاته كده، عملت عليه شرايح شوكولاته. كان شكلها حلو قوي وطعمها جميل. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها، بس ان شاء الله حلوه. طبعا كده طول ما انا شغاله لازم انضف حواليا عشان الدنيا تكون نظيفه، وما اخليش الدنيا متبهدله كده حواليا. وهنا كنت بوريكم شكلها من جوه، بجد كانت حلوه قوي. جربوها يا جماعه وان شاء الله هتعجبكم. وهنا بقى كنت خلاص خلصت بقى وارتحت بقى شويه كده، وكانت حماتي خلاص مشيت. قلت بقى ايه، اخش على المطبخ. وانا الحمد لله يعني ما كانش عندي مواعين كتير وما كانش عندي بهدله كتير في المطبخ. هو بس ايه، انا دخلت رجعت كل البهارات مكانها. واللي كان عايز يرجع في الدولاب رجعته، وحطيت كل البهارات في الحامل بتاع البهارات. وكان المقص كان واقع من من الحامل هنا ورجعته مكانه. شويه المواعين البسيطه دول هم دول بس اللي معايا، وغسلتهم بقى. يعني كانت اخر السهره خالص بقى لما كانت حماتي روحت وجوزي دخل نام وبنوتي جوجة نامت. دخلت بقى ايه، غسلت كده مع نفسي المواعين عشان ايه، اخلي المطبخ نضيف واصحى تاني يوم يبقى الدنيا نضيفه ورايقه. وبس بقى، هو ده كان فيديو النهارده. وعندي بقى معلومة دينية حبيت اقولها لكم كده وانا شغالة معاكم في الفيديو. يعني بصوا يا جماعة، بعض انواع الاذكار ممكن نسميها تأمينات على الحياة، وان ربنا يحمينا ونحافظ عليها. اول حاجة طبعا ايه، صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. تخيل ان انت بس بتصلي مثلا الفجر اصبحت في ذمة الله. يعني ما تبقاش قلقان طول يومك، تبقى في حفظ الله وامانته ورعايته، يعني قلبك مطمن. ده اول حاجة. تاني حاجة بقى ايه يا جماعة، تاني حاجة آية الكرسي بعد كل صلاة. زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني تخيلوا، يعني إذا مت ربنا سبحانه وتعالى بيدخلك الجنة بسبب ايه، بسبب آية الكرسي. تالت حاجة بقى قول سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. طبعا إلى آخر الحديث زي ما احنا عارفينه. سيد الاستغفار ده يا جماعة بنقوله يعني إذا قلت الصبح، يعني زي لو قلت الصبح زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني برضو لو مت من يومك تدخل الجنة. وإذا قلته بالليل لو مت في ليلتك دي تدخل الجنة. يعني ايضا دعاء شامل وكامل، اللهم لا تضيع ودائعه، استودعك نفسي ومالي واهلي فاحفظهم بحفظك. ده بجد يا جماعه ده دعاء جميل جدا، على طول قولوه والله العظيم وهيحفظنا جميعا باذن الله. يا ريت يا جماعه نحافظ على الحاجات الجميله دي، ويا رب يتقبل مننا يا رب صالح الاعمال. حبيت بجد والله اقول لكم كده يا جماعه الكلام الحلو ده عشان ايه، نشجع بعض. يعني انا ان شاء الله اوصي نفسي واوصيكم معايا ان احنا نقول الحاجات الحلوه دي. وهنا بقى كنت خلصت المواعين. وطبعا ايه اهم من الشغل ايه، ضبط الشغل. خلصنا المواعين، لازم بقى ايه، نغسل الحوض ونغسل الخلاط. يعني انا غسلت الحوض كده بالليفه، وغسلت كمان الخلاط. وخليت الدنيا بتبرق كده ونضيفه. وحطيت بقى ايه كمان ميه على الرخامه. انا على طول كل مره لازم اخلص مواعين اعمل الخطوات دي، بجد بتخلي المطبخ حلو والرخامات نضيفه والحوض نضيف والدنيا رايقه كده لتاني يوم، لشغل تاني يوم. وهنا بقى الفوطه اللي مسحت بيها كل حاجه، مسحت بيها الرخامه، نشفتها وعلقتها كده على الماسوره عشان تنشف. وده كان شكل النهايه. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، متنسونيش في اللايك، ومع السلامه. القاكم في فيديو جديد، مع السلامه.